هلوز. اهلا يا اصدقائي. السلام عليكم. اهلا ومرحبا بكم في الحلقه الرابعه من سلسله احصائيات وارقام لاعبين النادي الاهلي. نخش في الحلقه. النهارده معانا لاعب جوكر، مقاتل مش بتاع لقطه، ما بيعرفش الهدوء، ما بيهموش اي حاجه غير انه يفضل يقاتل ويقاتل ويجري لحد ما يقولوا له بس انتهت المباراه. لاعب صخره بيتميز بالسرعه والدقه والقوه الجسديه، وبيتميز كمان بضربات الراس. عليه شويه ضربات راس ايه ما اقولكش. طبعا عايز تعرفه هو مين؟ اسمع معايا كده. هو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم او ياسر احمد ابراهيم الحنفي، مواليد 10/2/1993 من بالاسف الدقهليه. ايه اللهم صل على حضرة النبي، انت جبت المعلومات دي منين؟ النشأة: ياسر ابراهيم من ناشئين نادي الزمالك. الكريم ده عليه شويه هدايا يا جدعان. نشأ ياسر ابراهيم في نادي الزمالك وتم تصعيده للفريق الاول في 2013. لعب معاهم سنتين وتم انتقاله لسموحه اعاره في 2015، وبعد ما ظهر مع سموحه بشكل ممتاز قرروا يمدوا اعارته سنه كمان، وبعدها عقد ياسر ابراهيم بينتهي مع الزمالك اللي ما كانوش محتاجينه في الوقت ده، وبيجي لياسر ابراهيم عرض من النادي الاهلي واللاعب يوافق فورا، وفعلا ينضم ياسر ابراهيم للاهلي في 2019 وتبدا الرحله. لعب ياسر ابراهيم مع الاهلي حتى الان 166 مباراه، سجل فيهم 8 اهداف وصنع هدفين، حصل فيهم على 19 انذار ولم يحصل على اي كروت حمراء. تعالوا نقسم المباريات دي والاهداف. ياسر ابراهيم لعب مع الاهلي في الدوري 98 مباراه، سجل 3 اهداف وصنع هدف. ولعب مع الاهلي في افريقيا 43 مباراه، سجل 3 اهداف، والثلاث اهداف ايه؟ ماركه مسجله. ولعب مع الاهلي في السوبر المصري 3 مباريات، وسوبر افريقي 3 مباريات، وفي كاس مصر 13 مباراه صنع هدف واحد، وفي كاس العالم للانديه لعب 6 مباريات احرز فيهم هدفين في نادي الهلال السعودي، وفي الوقت ده حصل على هداف كاس العالم للانديه. طبعا احنا مش هنقدر نوصف جمال اهداف ياسر ابراهيم، طبعا هدفه في الهلال السوداني او هدفه في صن داونز او الهدفين اللي جابهم في الهلال في كاس العالم، اهداف كلها كانت خارج الارض وماركه ياسر ابراهيم. البطولات: حصل ياسر ابراهيم مع النادي الاهلي على 12 بطوله، 3 افريقيا و2 دوري و2 كاس مصر و3 سوبر مصري و2 سوبر افريقي، زائد كمان 2 برونزيه كاس عالم. ياسر بريتوريا، ياسر ام درمان، ياسر نهائي القرن، ياسر كاس العالم، ياسر المواقف الصعبه، ياسر الضغط، ياسر دكه، ياسر رجوله، ياسر ابراهيم وكفى. طبعا مهما اتكلمنا على كابتن ياسر مش هنديله حق، لعيب كلمه رجوله دي قليله عليه. نتمنى له كل التوفيق في اللي جاي، وان شاء الله من نجاح لنجاح يا كابتن ياسر. واخيرا وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تبخلش علينا باللايك والشير، وتوقع مين هيكون نجم الحلقه الجايه. سلام.